ممكن تضحك في وش الناس، تتصور، تخرج، تشتغل وتضحك تاني، بس جواك في صوت بيقولك انا تايه، انا مش فاهم ليه. الاكتئاب دايما مش بيبان، لكن تأثيره حقيقي ومميت احيانا. منظمة الصحة العالمية WHO قالت في 280 مليون انسان بيعانوا منه. الفيديو ده مش كلام دكاترة بس، دي ناس عايشة المعاناة دي كل يوم، وده هيساعدك تفهم او تساعد حد بتحبه. الاكتئاب مش مجرد حزن، مش متضايق من حاجة حصلت امبارح. الاكتئاب مرض بيغير كمية الدماغ. لما هرمونات زي السيروتونين والدوبامين يقل، المود كله بينهار، تحس ان الحياة ما فيهاش طعم، حتى الحاجات اللي انت بتحبها بقت عيب. الناس بتسأل ازاي مكتئب وبيضحك؟ الجواب بسيط، الناس المصابة بالاكتئاب ساعات بتلبس قناع. اعراض الاكتئاب ايه بقى؟ نوم زيادة او اقل في النوم، فقدان الشهية والاكل المفرط، فقدان الشغف باي حاجة، افكار سوداوية بتوصل احيانا للانتحار. ممكن تصحى من النوم تلاقي نفسك مش قادر تقوم من على السرير. هو مش كسل، هو احساس ان جسمك رافض الحياة. الاكتئاب ليه اسباب كتير، زي جينات وراثية، صدمة نفسية، انفصال، وفاة، ضغط مزمن في الشغل او في الدراسة، مشاكل هرمونية او عضوية. مخك ممكن يعيا زي جسمك بالظبط. الخبر الكويس بقى، العلاج النفسي زي العلاج المعرفي السلوكي، الادوية بتظبط كمية الدماغ، الدعم الاجتماعي، صحابك، اهلك، اي حد بيسمعك، تغيير نمط الحياة، رياضة او اكل صحي او نوم منتظم او تأمل. الاعتناء بعقلك مهم زي جسمك بالظبط. انت مش لوحدك ومش لازم تواجه ده لوحدك. لو حاسس انك بتفكر بافكار مؤذية، كلم دكتور او مساعدة من شخص انت بتثق فيه، وفي ناس مستعدة تسمعك من غير ما تحكم عليك. الاكتئاب مش ضعف، الضعف الحقيقي انك تستسلم. لو قلبك تقيل ولسانك ساكت، فانا سامعك، وكل واحد شاف الفيديو ده حاسس بيك. خد نفس عميق وابدأ من جديد، حتى لو البداية بطيئة. المهم انك ما وقفتش. كل عاصفة وليها نهاية. ولو الفيديو ده لمسك، شاركه مع شخص محتاجه. ولو انت بتعدي بالمرحلة ديت، اكتب في الكومنتات انا مش لوحدي. وما تنساش تشترك، عشان احنا دايما بنحارب الضلمة والوعي. سلام.